خلصت اول صف، هنمسك الخيط نبدأ اننا نشتغل. هنلف الشغل، ناخد في الغرزة الاولانية غرزة منزلقة، والغرزة التانية هناخد فيها غرزة منزلقة، نطلع بواحد سلسلة، نلف الخيط على الابرة، ندخل في كل غرزة ونشتغل نص عمود. نلف الخيط على الابرة، ندخل في الغرزة، نشتغل غرزة نص عمود. طبعا احنا هنخلص الصف كله، هنلف الصف كله غرزة نص عمود لحد ما نيجي عند الغرزة اللي قبل الاخيرة، مش هنشتغلها، هنسيبها زي ما سيبنا الغرزة اللي خلصت الصف التاني وجيت عند الغرزة الاخرانية ما اشتغلتهاش، سبتها. هبدأ بعد كده ان انا اطلع بغرزة واحدة سلسلة واقص الخيط بتاعي، غرزة سلسلة وتقصي الخيط بتاعك. ده الصف التاني. هنيجي بقى عند الطرف من هنا بتاع الجنب بتاع الجراب، الطرف دون هنشوف الغرزة اللي هنا عشان نبدأ نشتغل القبة بتاعة الفانوس. هنيجي عند الغرزة اللي هنا اللي في وش الجنب، والغرزة اللي الناحية التانية اللي على الجنب التاني. هنشتغل من اول الغرزة هنا للغرزة هنا غرزة نص عمود. هنعمل القبة بتاعة الفانوس برضو بصفين زي الجناب بتاعة الفانوس ده. ناخد غرزة سلسلة ونبدأ نشتغل غرزة نص عمود. ندخل في كل غرزة ونشتغل فيها نص عمود. هنشتغل الصف كله نص عمود لحد لما نوصل للجنب التاني من الجراب، الغرزة اللي قبالها هنا، وهنقف عندها. هشتغل منزلقة في الغرزة الاولانية اللي هتقابلني، اخد فيها غرزة منزلقة، واخد في الغرزة التانية غرزة منزلقة، واطلع بسلسلة، وابدأ اشتغل غرزة نص عمود في كل غرزة، غرزة نص عمود. في كل غرزة هتقابلني هنشتغل غرزة نص عمود لنهاية الصف. انا هنا انتهيت من الصف بالشكل ده. طبعا جيت عند الغرزة الاخرانية، الغرزة الاخيرة اهي ما اشتغلتهاش، انا سبت غرزة من هنا وسبت غرزة من هنا. هنبدأ ناخد غرزة سلسلة ونقص الخيط بتاعنا. الاخيرة اللي اشتغلناها اهي، هنسيب اللي قبلها ونيجي في تاني واحدة وناخد غرزة سلسلة، نطلع بغرزة واحدة سلسلة ونبدأ نشتغل غرز حشو. هناخد الطرف كله غرزة حشو. نطلع في الغرزة اللي بعدها نشتغل غرزة حشو، واحدة حشو تانية، وناخد في كل غرزة تقابلنا غرزة حشو، كل غرزة هتقابلنا غرزة حشو. نشتغل غرز حشو على الطروف كلها، كل الطروف دي هنشتغلها غرز حشو لحد ما نيجي عند الغرزة الأخيرة هنا، واللي بعدها هنشتغلها زي ما اشتغلنا هنا غرزتين، هنشتغل هنا غرزتين. شغالين هنا هنعمل العليقة اللي هي بتاع الفانوس، فهنعد الغرز العليقة هتكون في منتصف القبة بتاعة الفانوس. فهنعد الغرز بتاعة القبة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 غرزة، يعني في نص ال15 هنيجي في الغرزة التامنة، هنيجي في الغرزة التامنة ونشتغل فيها غرزة هنشتغل فيها العليقة بتاعة الفانوس.
نشتغل اهو حشو كده. احنا اشتغلنا كام غرزة حشو؟ اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7. الغرزة التامنة هنا هنعمل فيها العليقة بتاعة الفانوس. هنعملها ازاي؟ هنخش في الغرزة نشتغل غرزة حشو عادي خالص، 2 3 4 5، 5 غرز سلسلة بالظبط كده، ونخش في نفس الغرزة اللي اشتغلنا فيها السلسلة ونشتغل غرزة حشو. العلقة بتاعة الفانوس بالشكل ده. هنبدأ نشتغل الصفوف كلها غرز حشو لحد ما نوصل للآخر. انا هنا وصلت لاخر الصف. هنيجي هنشتغل غرزتين حشو زي ما اشتغلنا الجنب ده، غرزتين زيادة بعيد عن اخر غرزة اشتغلناها، هنشتغل برضو غرزتين زي الجنب التاني بالظبط. الغرزة التانية اشتغلنا غرزتين حشو اهو. هنبدأ اننا نطلع بغرزة واحدة سلسلة ونقص الخيط بتاعنا. بالشكل ده اهو. هنبدأ نعمل الجزء الايه بتاع الفانوس من تحت. هنيجي عند الصف عدي كده، ادي واحد من عند البرواز اللي احنا اشتغلناه بتاع الظهر. هنعد 1 2 3 4 5. هنيجي عند الخمسة من هنا ونبدأ نشتغل القاعدة بتاعة الفانوس. يا ريت تقولوا لي لو الصورة واضحة معاكم ولا لا، الصوت واضح ولا لا، الغرز واضحة معاكم في التعليقات ولا لا. ويا ريت اللي عمل الشغل ده يبعت لي الصور من الشغل اللي هو عمل كده، او في اي اخطاء نقدر ان احنا نعالجها ونشتغل عليها مع بعض. هنبدأ نشتغل غرز. خدنا سلسلة. هنبدأ نشتغل غرزة نص عمود في كل غرزة نص عمود. كل غرزة تقابلنا نشتغل فيها نص عمود. هنشتغل في كل غرزة تقابلنا هنشتغل فيها غرزة نص عمود. بس ما تنسوش لما نيجي عند الزاوية من هنا نشتغل غرزتين نص عمود مش غرزة واحدة، علشان واحنا بنلف الشغل ما يتنيش معاكي. الطرف من الناحية التانية من هنا نشتغل نص عمود لحد ما نوصل لاخر الصف. الجنب اليمين هنشتغل لحد ما نوصل للخط ده من ناحية الجنب الشمال. انا هنا وصلت لاخر الصف بالشكل ده عند الفاصلة دي كده. نطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل وناخد غرزة منزلقة، وناخد في الغرزة التانية غرزة كمان منزلقة، ونطلع بغرزة سلسلة ونشتغل نص عمود. نشتغل نص عمود. هنشتغل الصف كله نص عمود. هنشتغل الصف كله نص عمود لحد ما نوصل لاخر غرزة هنا. طبعا مش هنشتغلها، هنشتغل اللي قبلها وهنقف. وما ننساش عند كل زاوية من دول ناخد 2 غرزة نص عمود في الزاوية، عشان واحنا بنلف الشغل ما يتنيش معاكي. نشتغل نص عمود. كل غرزة هنشتغل فيها نص عمود. انا نهيت الصف التاني اهو. جيت عند الغرزة الاخرانية وما اشتغلتهاش، سبت غرزة. زي ما سبت غرزة من هنا سيبنا غرزة من هنا. هنبدأ نطلع بغرزة سلسلة ونقص الخيط بتاعنا. نطلع غرزة سلسلة زي كده ونقص الخيط بتاعنا. هنبدأ نشتغل نكمل باقي القاعدة بتاع الفانوس. هنيجي عند الجزء الجنب اليمين بتاع الفانوس ونشوف الغرزة اللي قباله هنا.
هنبدأ اننا نشتغل فيها لحد ما نوصل للجنب الشمال من الفانوس، ونيجي عند الغرزة اللي قبال الجنب ونقف عندها. هنشتغل غرزة نص عمود. هنبدأ ندخل ادي الجنب اهو، جنب اليمين اهو، الغرزة اللي في وشها اهي، هندخل فيها نطلع بغرزة سلسلة، غرزة سلسلة، وهنشتغل في كل غرزة هتقابلنا هنشتغل فيها غرزة نص عمود، ونداري طبعا اي خيط يقابلنا كده معانا واحنا ماشيين نداريه. هنشتغل نص عمود في كل غرزة هتقابلنا لحد ما نوصل للجنب الشمال. هنا للغرزة الاخرانية من الجنب الشمال من الفانوس هنبدأ ناخد غرزة من سلسلة ونلف الشغل، ونبدأ نشتغل في الغرزة الاولانية اللي هتقابلنا غرزتين عمود بلفة. هنشتغل تزايد في اول غرزة هتقابلنا، وباقي الغرز هنشتغل مش هنزود، باقي الغرز هنشتغل واحدة في كل غرزة، هنشتغل غرزة نص عمود في كل غرزة هتقابلنا بالشكل ده كده. هنشتغل غرزة واحدة نص عمود، مش هنزود غرزتين غير عند الغرزة الاولانية وعند الغرزة الاخرانية. اول ما اوصل عند الغرزة الاخرانية هنا هنشتغل فيها 2، والغرزة الاولانية هنا 2 بس. باقي الغرز هنشتغل واحدة غرزة نص عمود في كل غرزة. وصلنا هنا عند الغرزة الأخيرة في الصف، هنشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. ادي 1 كده، 2 غرزة عمود بلفة. اشتغلنا تزايد في الغرزة الأولانية والغرزة الأخرانية بس. باقي الغرز اشتغلنا واحدة بس عمود بلفة. هنطلع بغرزة سلسلة ونلف الشغل معانا بالشكل ده، ونبدأ اننا نشتغل في الغرزة الاولانية تزايد. هنشتغل 2 غرزة نص عمود في الغرزة الاولانية، ادي كده 2، اشتغلنا واحدة كده 2، ونشتغل باقي الغرز غرزة واحدة عمود بلفة. باقي الغرز هتكون غرزة واحدة بس عمود بلفة. لحد نهاية الصف، وهاجي عند الغرزة الاخرانية هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة. وصلت هنا عند الغرزة الاخرانية هشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة، 1 2 بالشكل ده. هتلاحظوا معايا ان القاعدة بتاعة الفانوس بدأت تاخد، هي الطرف بدأت تاخد الشكل الوسع بتاع القاعدة بتاع الفانوس. هو الطرف بس اللي بنزود عنده 2، الطرف اليمين والطرف الشمال اللي بنزود عنده 2، باقي الغرز بناخدها كلها غرزة واحدة عمود بلفة. طبعا بعد ما خلصنا الصف بالشكل ده هنبدأ اننا ناخد غرزة واحدة سلسلة ونقص الشغل بتاعنا. ونيجي قبل الجزء اللي اشتغلنا فيه غرزة، هنيجي قبلها بغرزتين ونشتغل غرزة حشو. قبلها بغرزتين نشتغل غرزة حشو، نطلع بسلسلة واحدة نشتغل غرزة حشو في كل غرزة هتقابلنا غرزة حشو. طبعا غرزة النص عمود اللي بتقابلنا في البداية دي بنشتغل فيها غرزتين حشو. بداية النص عمود نشتغل فيها غرزتين حشو، ونطلع على الصف التاني اللي بعديه هنشتغل فيه غرزة حشو. طبعا واحنا شغالين مع بعض كده هنبدأ نداري اي خيط معانا يقابلنا. كل غرزة هتقابلنا هنشتغل فيها غرزة حشو. هنلف الفانوس كله غرز حشو. الجزء ده كله، كل الطروف دي كلها هنشتغلها غرز حشو
لحد لما نيجي عند الجزء اللي احنا وقفنا عنده. هنشتغل بعديه بغرزتين، نشتغل في البرواز غرزتين زيادة غرزة حشو زي ما اشتغلنا هنا عند الطرف ده. انا هنا اشتغلت الصف كله غرز حشو، وهاجي عندي الغرزة الاخيرة هنا هنشتغل غرزتين طبعا حشو زيادة زي ما اشتغلنا في الطرف التاني بالشكل ده. اخر غرزة معانا بالشكل ده. هنطلع بغرزة سلسلة ونقص الخيط بتاعنا. طبعا الخيط زيادة زي كده طبعا بنبدأ ان احنا نداريه واحنا شغالين، وندخل في الفواصل الخلفية زي كده ونداري الخيط بتاعنا ونقص الزيادات. والزيادات دي بنبدأ اننا نقصها. طبعا احنا كده هنبدأ اننا نزين الفانوس براحتك بقى. انت حابة تعملي للفانوس شبابيك، طبعا انا هوريكم الشبابيك، او ان انت تعملي للفانوس مثلا هلال بالشكل ده، تخلي الهلال في نص الجراب وتزينيه بالنجوم من حوالين الهلال بالشكل ده.